يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ظاهرة مد وجزر، أقبل على الطاعات وأقصر عن المعاصي والذنوب والهفوات. ظاهرة المد والجزر ظاهرة في هذا الشهر الكريم، كأن الله يريد يقول: أريد أن أغفر لك وأن أعتقك من النار وأن أعفو عنك. والله جعل لك من الأسباب والفرص العظيمة والكثيرة ما لا يحصى في مثل هذا الشهر. ولذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يكون طويلة الأيام، قال: من قام رمضان ساعات القيام أقل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرطت في ليلة لم تستطع القيام كاملا، قام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيعقل بعد هذه الفرص وهذه المنح وهذه العطايا لا يغفر لك رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له؟